تستعد الأندية السعودية الكبرى الهلال والاتحاد والأهلي والنصر لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026 وسط ترتيبات فنية مكثفة وصفقات قوية تعزز من فرص المنافسة محليا وقاريا. وفقا لأحدث التقارير الصحفية الرسمية حتى الأول من أغسطس 2025 بدأ الهلال تحضيراته للموسم بقيادة مدربه الإيطالي سيمون إنزاجي، حيث عاد اللاعبون إلى التدريبات أواخر يوليو في الرياض قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في مدينة فلسبرغ النمساوية القريبة من الحدود الألمانية. يمتد المعسكر حتى 14 من أغسطس ويشمل حصتين تدريبيتين يوميا ومباريات ودية مع أندية أوروبية متوسطة المستوى. بحسب ما ورد في صحيفة الرجال السعودية وموقع جول، أبرز صفقات الهلال تمثلت في التعاقد مع المدافع الفرنسي تيو هرنانديز قادما من ميلان الإيطالي بعقد يمتد 3 سنوات، مع تعزيز الفريق بخبرات محلية وأسيوية في خط الوسط والهجوم. الهلال يطمح لاستعادة قوته بعد موسم لم يحقق فيه بطولات رغم وصوله لأدوار متقدمة في البطولات القارية حسب تقرير وكالة رويترز. أما الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025 كما أعلنت الإندبندنت عربية، فقد بدأ إعداداته بهدوء معتمدا على الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان. لم يعلن حتى الآن عن معسكر رسمي أو صفقات جديدة كبيرة، لكن المصادر مثل ويكيبيديا تشير إلى استمرار العمل على تطوير التشكيلة بالاعتماد على لاعبين مثل بيرجوين ورودريغيز وفابيو بيريرا. حقق الأهلي إنجازا تاريخيا بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2025 بعد فوزه في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني ب2-0 في 3 من مايو على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة في جدة. وفقا لما نشرته BBC العربي والجارديان والموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدأ الأهلي تحضيراته مبكرا بمعسكر ثلاثي انطلق في 7 من يوليو بمدينة لينجنفيلد النمساوية، ثم انتقل إلى كومو الإيطالية في 22 من يوليو، وأخيرا إلى لا ملغى الإسبانية حتى 5 من أغسطس، وذلك وفقا لتقارير صحيفة اليوم السعودية وموقع 365 سكورز. المعسكر يركز على الجانب البدني والتكتيكي لتحسين جاهزية الفريق محليا وقاريا بعد موسم تاريخي ناجح. أما النصر فقد بدأ مشروعه الفني الجديد مع التعاقد الرسمي مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس في منتصف يوليو خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي. كما ضم النصر عددا من اللاعبين البارزين، من بينهم اللاعب البرتغالي جو فيليكس قادما من تشيلسي بعقد يمتد موسمين، وصفقات محلية مثل عبد الملك الجابر ونادر الشراري حسب موقع رويترز وويكيبيديا. كما جدد النصر عقد نجمه كريستيانو رونالدو حتى عام 2027 بحسب صحيفة بيلد الألمانية. يركز النصر على المنافسة المحلية والأسيوية بعد موسم خالي من الألقاب، مع سعي واضح لبناء مشروع تنافسي طويل الأمد. تظهر الأندية السعودية الكبرى استعدادات مكثفة ومتنوعة للموسم 2025-2026 مع تباين في الشفافية الإعلامية وخطط الإعداد. الأهلي يتصدر المشهد بحمل لقب دوري أبطال آسيا، بينما الهلال يسعى لاستعادة أمجاده بصفقات مميزة ومعسكر قوي، والاتحاد يعتمد على الاستقرار الفني بعد التتويج المحلي، والنصر يبني مشروعا طموحا بقيادة جديدة وصفقات نوعية. Am I the only one that didn't know you can get expert medical advice online from real international doctors? I'll show you how to get the best care right from your couch. Imagine having a team of certified European doctors at your fingertips, ready to listen, answer your questions, and guide you with personalized care. MSAM Clinic brings together expert knowledge and a warm, patient-first approach. Whether you need a second opinion, help understanding your symptoms, or advice on your next steps, you get clear, caring support every time. No more waiting rooms or confusing answers. Just flexible appointments, easy access, and doctors who truly listen. And if you love learning about health, MSAM offers online courses led by top medical experts from around the world. Your health deserves the best. Click the link, book your consultation,
and discover just how easy and empowering healthcare can be with MSAM Clinic by your side. يستعد نادي بيراميدز المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2025 للموسم الجديد بقيادة مدربه الكرواتي كرونيسلاف يوريتش بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقبه القاري الأول في يونيو الماضي على حساب ماميلودي صن دواونز ليصبح رابع ناد مصري يتوج بالبطولة بحسب تقارير موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومصادر إعلامية مصرية مثل الأهرام سبورت والمراقب الاقتصادي. الفريق أنهى الموسم المحلي بالمركز الثاني في الدوري المصري ويعتمد على أسلوب لعب متوازن بين الصلابة الدفاعية والانتقال السريع، وقد أجرى معسكرا تدريبيا في مدينة أضنة التركية لرفع اللياقة والتحضير التكتيكي للموسم الجديد. بيراميدز سيشارك في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، حيث يفتتح مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 14 سبتمبر، وإذا فاز سيواجه الأهلي السعودي في مباراة مرتقبة يوم 23 سبتمبر في القاهرة بحسب جدول البطولة الذي أعلنته الفيفا. وفي المقارنة فإن الأهلي جدة بطل دوري أبطال آسيا يتميز بتاريخ طويل وقاعدة جماهيرية عريضة وخبرة واسعة في البطولات الإقليمية والعالمية، ويخوض الموسم الجديد بمعسكر تدريبي متكامل في النمسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب تعزيزات قوية أبرزها ألان سنت شرطة، ماكسيما وعبد الإله الخيبري. أما بيراميدز رغم حداثة مشروعه مقارنة بالأهلي إلا أنه يمتلك زخما قاريا كبيرا بعد تتويجه الأخير، ويظهر بطموح كبير وثقة عالية يقودها جهاز فني منظم. ومع أن خبرة الأهلي السعودي تمنحه أفضلية نسبية في إدارة المباريات الكبيرة، إلا أن أفضلية اللعب على أرضه قد تمنح بيراميدز التفوق المعنوي، مما يجعل المواجهة متكافئة على الورق، مع ترجيح طفيف لكفة بيراميدز إذا وصل بنفس الحماس والانضباط التكتيكي الذي أظهره في البطولة الإفريقية. لو الأهلي عايز هيعمل بأجنبي بمصر بأيا كان، لو أنا عايز أحقق ده. سبحان من أبدعك. تقصد بكلامك ذا أن الأهلي يهزم من صن داونز 4 سنوات بمزاجه؟ أنت اوعى تراهن على صوتي، اوعى ايه؟ تراهن على صوتي. ليه؟ بص على نفسك انت، لان انا مش هقع، انما انت اللي وقعت. بيراميدز هو اللي وقع، بيراميدز هو اللي وقع، بيراميدز هو اللي وقع.